اهلا وسهلا بحضراتكم. ده سؤال جالنا من احدى الزميلات وحبينا نرد عليه هنا علشان نستفيد كلنا. نعمل ايه مع الطفل المتفوق دراسيا واللي طالع الاول على الفصل ومش عايز يذاكر علشان يسيب فرصة لزميله ويطلع هو كمان الاول؟ الموقف ده ممكن ناخده من زاويتين. اولا الزاوية الايجابية، وان ده يكون احساس ايجابي من الطفل تجاه زميله اللي زعل لما ما طلعش الاول. وهنا لازم نحيي ابننا على شعوره ونعزز التنافسية الايجابية عنده، ونقول له طب ليه ما تطلعوش انتوا الاثنين الاول؟ زي ما بيكون في ترتيب الاوائل، الاول والاول مكرر لما بيكونوا جايبين نفس الدرجات، واللي بيفرق ما بينهم ساعتها ترتيب الاسم. يلا شجع زميلك انه يذاكر اكتر، وانت كمان كمل في طريقك وذاكر زي ما انت بتذاكر عشان تطلعوا انتوا الاثنين سوا الاول. ثانيا الزاويه السلبيه، ودي طبعا اللي عليها السؤال. وهنا بقى لازم نشوف هو ليه مش عايز يكمل في المذاكره. هل لانه مش حاسس بقيمه التفوق ده؟ يعني اننا مثلا وقعنا في فخ ان التفوق ده سمة اساسية وان ده طبيعي بتاعنا علشان الاسرة كلها كده من المتفوقين. وهنا بنقول لحضراتكم خدوا بالكم، انتوا كده بتضروا ولادكم مش بتفيدوهم. قلنا اكتر من مرة ما تقارنش ابنك بحد ولا حتى باخواته، وكافئه دايما على نجاحه في شغله علشان تحافظ على دافعيته المستمرة للتعلم واللي بتؤدي للتفوق. وهنا في نقطة تانية لازم ناخد بالنا منها، وخاصة مع أولادنا المتفوقين دراسيا، وهي الهواية. هل ابني بيمارس هواية معينة أو رياضة مثلا ويكون هو اللي مختارها؟ لأن دي بتكون نقطة فاصلة عند أولادنا المتفوقين دراسيا، وللأنشطة بتعزز هنا معاهم روح التنافسية عندهم بعيدا عن التحصيل الدراسي اللي ممكن يكونوا فقدوا فيه روح التنافس من فرط تفوقه. خد بالك إن ده بالإيجابي بالنسبة له مش هيضيع له وقته. وما تحطش في اعتبارك ساعتها ان ممارسته للرياضه او الهوايه ممكن يضيع وقته. لا، ده هيشحن له طاقته الايجابيه علشان يحقق مزيد من التفوق. وختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجه مجهودكم نجاح وتوفيق مع اولادكم، واشوفكم دايما على خير. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحناوي.